المنتهي يا جماعة يلقي متابعة جواو فليكس من الانستغرام بعد ضياعه لضربة جزاء أمام أو ركلة ترجيحية أمام المنتخب الفرنسي وخروج المنتخب البرتغالي من منافسات اليورو. يا كريستيانو بلنتيانو صاروخ ماتيرا، ما كده، ما وين القيادة؟ ده انت قايد لمجموعة كيف؟ انت حامل شارة البرتغال كيف؟ كيف واحد يضيع ركلة جزاء وانت تلقي المتابعة؟ علاقة إلقاء المتابعة بين ركلة الجزاء شنو يعني؟ لكن يا جماعه زي ما بقولوا جواو فليكس مشى القى متابعه كريستيانو رونالدو وخلاص. يعني انت تلقي وانا القي، يعني البادي اظلم. يا اخي حركات المطلقات دي خلوها يا جماعه. يا كريستيانو ما كده، يعني كل يومين ثلاثه يطلع منك ترند والناس تتمسخر منك والجماهير يجي يقولوا شنو؟ لا ما تقولوا كده كده. ليه ما تقول كده؟ ما في احد يا جماعه يلقي المتعب. عشان انت المباراه اللي قبل الفات امام سلوفاكيا ضيعت ركله الجزاء وبقيت تبكي زي الشافعي. في زول لقى المتابعه منك؟ في زول قال لك حاجه؟ ما في زول قال لك حاجه. الجماعه اللاعبين جو حوالينك وازروك وما تبكي، وانت ما في زول قال لك. لكن انت